السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ازيكم يا حبايب أخوكم، عاملين إيه؟ رب تكونوا بخير. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن المواد العربية بعد ما خلصنا الكلام عن مادة القرآن الكريم وفيديو لوحدها والشرعي في فيديو لوحده. بإذن الله جاي الدور على المواد العربية من اختياركم. لو في أي مادة عايزين نتكلم عنها تحت في الكومنتات، فإن شاء الله أكتر مادة بإذن الله يكون عليها كومنتات تحت بإذن الله هي دي اللي هنختارها وهيكون عليها الفيديو الجاي بإذن الله. فسامي الله صلى الله كده وركز في الفيديو ده كويس أوي 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 يعني. وانت عايز تستفيد فعلا كمل فيديو للنهايه. مش قبل ما نبدا ننسى تشير الفيديو لزمايلك، اهم حاجه طبعا شير الفيديو لزمايلك عشان خاطر كل الناس تستفيد وما توقفش الفيديوهات ديت عندك. وطبعا بشكركم جدا على تفاعلكم الجميل جدا على الفيديوهات ومنتظر منكم اكتر من ده باذن الله. وصدقوا صحابي اهو، العربي مبدئيا كده غير الشرعي. انا في الشرعي قلت لك الحفظ يغنيك عن الفهم، تمام. لو فهمت حاجه خير وبركه، وانت عشان تحفظ كويس لازم تكون فاهم، تمام، يعني حتى تفهم شويه، تمام. طيب العربي لو انت مش فاهم مش هتعرف تجيب درجه حلوه. الحفظ هيساعدك بس ما انا مش عايزك تعدي، مش عايزك تنجح، انا عايزك تقفل بجد، تقفل مش تنقص درجه كمان او درجتين، لا انا عايزك تقفل. وعشان تفهم كويس لازم تشوف مدرس كويس. فشوف مدرس كويس انت تكون بتفهم منه، مثلا سواء على اليوتيوب او اونلاين او ايا كان او سنتر او ايا كان يعني. بس طبعا انت محتاج مدرس يبدا معاك من الاول، فبالتالي انت مش هتلاقي مدرس سنتر غالبا يعني يبدا معاك من الاول. فخلاص شوف مدرس اونلاين يبدا معاك من الاول، تمام. انا عن نفسي يا محمد ارشح لك مين. انا كنت بسمع في فترتي استاذ احمد ناجي. فكره استاذ احمد ناجي ان هو كويس جدا جدا يا جدعان بصراحه. شرحه كويس وفيديوهاته قصيره، تمام، والفيديوهات بتاعته متنظمه ورا بعضها. فكنت مثلا انا عامل ايه، مثلا انا هذاكر بلاغه، فيديوهات البلاغه كام فيديو، مثلا حوالي مثلا 7 8 فيديوهات او 10 فيديوهات. بشوف الوقت بتاعهم والله بجد يعني، بعد الوقت بتاعهم مثلا ده 13 دقيقه، ده 17 دقيقه، ده وهكذا، تمام. بجمع عدد الاوقات ديت تقريبا هو حوالي شرح البلاغه في حوالي 4 ساعات تقريبا او 4 ساعات اللي حاجه بسيطه يعني، تمام. عديت الساعات انا مثلا هخلصها في اسبوع، يبقى انا كل يوم هاخد لي مثلا حاجه بنص ساعه، والله العظيم زي ما بقول لكم كنت بعمل كده، تمام. حاجه بنص ساعه دي ممكن تكون فيديو او ممكن تكون فيديوهين او فيديوهين ونص. يعني لو فيديوهين ونص كنت بكملهم 3، تمام، وهكذا يعني كنت باخدها بالوقت. انا مثلا النهارده هسمع شرح نص ساعه وهذاكر في نص ساعه مثلا وهحل نص ساعه، خلاص يبقى انا عامل البلاغه مثلا ساعه ونص، من ساعه لساعه ونص، تمام. ده اللي كنت بعمله. كذلك الصرف، كذلك اي فرع تاني. طبعا يا محمد شفنا المدرس الكويس. الكتاب لازم تثبت كتاب معين. هل لازم اذاكر من كتاب المعهد؟ لا، انت عندك كده كده الكتب الخارجيه، تمام. انا عن نفسي كنت بذاكر برضه من المرشد، بس انت عندك كده الكتب الخارجيه كلها بتنقل من كتاب المعهد، يعني مفيش مثلا كتاب بيختصر لك حاجه او ما بيجيبلكش مثلا ملحوظه معينه، بالعكس كل حاجه بتكون موجوده، تمام. فشوف الكتاب اللي انت عايز تذاكر منه وذاكر من كتاب خارجي يكون افضل، لانه بيكون في اساليب كتاب المعهد زي مثلا كتاب المرشد في اساليب كتاب المعهد. فلو حتى مش معاك اسئله كتاب المعهد او مش معاك كتاب المعهد يعني، تقدر تحل الاسئله اللي موجوده في كتاب المعهد من كتاب المرشد. وفي اسئله بعد كل درس على امتحانات السنه السابق، فدي حاجه كويسه جدا، تمام تمام. طيب يا محمد خلاص ثبتنا المدرس وثبتنا الكتاب، هنعمل ايه بعد كده؟ قبل كل ده اصلا وانت داخل تذاكر تدعي ربنا ان هو يوفقك للمذاكره ويوفقك في المذاكره انك تفهم وتحفظ وتعرف تحل باذن الله وتفهم فهم عميق كده، وتعرف تفتكر باذن الله المعلومات دي لما تحتاجها فيما بعد، تمام. وربنا يوفقك بيها في اخر السنه باذن الله وتجيب بيها الدرجه النهائيه. ده قبل اي حاجه، تمام تمام. طيب يا محمد سمعنا الشرح وفهمنا، نبدا نعمل ايه؟ نبدا نذاكر. خلصنا مذاكره، بعد ما نعمل مذاكره هتعمل خطوه مهمه جدا جدا جدا، وهي ان انت مثلا ده سكتش اهوت، هتجيب مثلا سكتش كده مثلا فاضي، تمام، وتجيب ورقه فرضا. بص مثلا هعمل ايه دلوقتي؟ مين الفرع اللي انت بتخاف منه؟ الصرف، تمام. هتبدا مثلا بسم الله الرحمن الرحيم. مين اكتر درس الناس يعني بتخاف منه؟ ابدال، ابدال الواو ياء، تمام، اللي هم المواضع العشر. اعمل ايه؟ انا هاجي مثلا كده اكتب مثلا المواضع العشر. انا هبقى اصورها لكم، هبعت لكم الصوره في الاخر في الفيديو يعني في المونتاج، تمام. المواضع العشر، تمام تمام أوي. هعمل شجره ذهنيه كده، او مثلا ممكن ايه اعمل اسهم زي كده، تمام، وانزلها وابدا اكتب فيها يعني، تمام. اول واحد الموضع الاول، الموضع الاول ايه هو؟ هحفظهم بالترتيب، يعني مثلا مش هكتب الموضع الاول فانا افتكرت مثلا الموضع الثالث لا فاكتبه، لا انا لازم احفظ الموضع الاول برقمه، تمام. الموضع الاول اذا تطرفت الواو تطرفا، طبعا معلش عن الخط يعني، حقيقيا او حكميا. طب ثانية واحدة، مش هنكمل القاعدة، احنا لازم نفهم، احنا جايين نفهم. انا قلت لك ايه؟ لازم تفهم. اذا تطرفت الواو، تطرفت يعني جاي في الاخر، تمام. تطرفا حقيقيا، حقيقيا يعني ايه؟ يعني هي جت في الاخر ومفيش وراها حاجة خالص. طيب لا لا ما. او حكميا يعني ايه؟ يعني هي جت في الاخر بس وراها حاجة زائدة، يعني مثلا زي التاء مربوطة.
زي مثلا الالف والتاء بتوع جمع المؤنث السالم، تمام، زي مثلا الالف والنون بتوع المثنى. دي حاجات زائده، تمام، مش من اصل الكلمه يعني، تمام. تمام قوي. اذا تطرفت الواو تطرفا حقيقيا او حكميا، كده خلاص خلصنا. لا لسه، قبلها كسره، تمام. يبقى انا امتى هبدل الواو ياء في الموضع الاول؟ لما يكون عندي شرطين، تطرفت تصرفا حقيقيا او حكميا وقبلها كسر، كده انا فاهم. تمام تمام. هبدا اجيب مثال على التطرف الحقيقي ومثال على التطرف الحكمي. تمام. مثال على التطرف الحقيقي مثلا راضيه، تمام تمام قوي. ليه اصلها راضيه؟ نبص على الواو دي. الواو دي حضرتك جت تطرفت تطرفا حقيقيا. تطرفا حقيقيا ازاي؟ فين التطرف الحقيقي؟ اهي، ما جاي في الاخر اهي. طب بعدها حاجه؟ لا، لا زائده ولا مش زائده، كده تطرفا حقيقيا. تمام تمام. الحرف الضاد اللي قدامها تشكيلته ايه؟ تشكيلته كسره، يبقى اذا تبدل ياء. وممكن مثلا يقول لك ايه؟ رضوه. ليه كلمه رضوه شاذه؟ والله حضرتك لان هي بناء على القاعده الاولانيه او بناء على الموضع الاولاني، هي تطرفت تطرفا حقيقيا وقبلها كسره ولم تبدا ياء. بس ادي الصرف. طيب نيجي للتطرف الحكم. تطرف الحكم مثلا عندك عالية. عالية كان اصلها عالوة. عالوة، اللام عليها تحتها كسر، تمام تمام. هبص مثلا للواو اللي ابدلت ياء دي. الواو اللي ابدلت ياء دي فين؟ والله حضرتك هي في الاخر، بس بعدها ت مربوطة، مش مهم. الت مربوطة ده حرف زائد. ليه؟ لان هي مثلا أنا ممكن اشيل الت مربوطة تبقى عالي، فهي تمام. بس احنا قلنا عليها ليه؟ عشان خاطر ده حاجة مؤنثة، فاحنا خلاص ادينا لها الت المربوطة دي، تمام تمام. الواو ديت ايه ظروفها؟ والله تطرفت تطرفا حكميا قبلها كسرة فلا بد ان تقلب ياء، فاذا الواو ديت قلبت ياء، يبقى كده المثال ده مثال مظبوط. طيب، لكل قاعدة شواذ. نبدأ نشوف الشواذ. مثلا هنلاقي مثلا عندنا مثال زي مثال سوا سوا. سوا سوا، نشوف سوا سوا دلوقتي شغال فين؟ في إقلاب الواو ياء، تمام. هبص للواو الأخيرة دي، هلاقيها إن هي قبلها كسرة، سوا سوا، تمام. السين قبلها كسرة وتطرفت تطرفا حكميا. تقريبا دي المفروض كانت تقلب ياء، صح؟ طب هي ليه واو؟ عشان كده شاذة، تمام. فالمفروض إن هي كانت تبقى إيه؟ سوا سية. يبقى ده المظبوط بتاعها، تمام. يبقى هي ليه كلمة سواسية شاذة؟ والله لأن هي تطرفت تطرفا حكميا وقبلها كسرة، فالمفروض كانت تقلب وما قلبتش. بس أنا كده خلصت، ذاكرت الصرف والمواضع والدنيا بتاعته. الموضع التاني نفس الكلام، طبعا عندي كلمات شاذة أكتر من كده، فهبدأ أكتب الكلمات الشاذة كلها وهكذا. ترى وصلت هكمل برضو مع الموضع التاني والموضع التالت والموضع الرابع وهكذا لحد ما أخلص الدرس. كده احنا سمعنا شرح، فهمنا وحفظنا وذاكرنا كويس جدا. كده انت ذاكرت كويس، تمام. دي المذاكره للضمير، دي المذاكره اللي تجيب درجات، تمام. خلصنا خالص. اعمل ايه؟ اول حاجه تحلها اسئله كتاب المعهد، تمام. يا اما موجوده عندك في الكتاب الخارجي، يا اما هتروح تجيب كتاب المعهد وتحله، تمام تمام. خلصنا اسئله كتاب المعهد، نستكفي؟ لا، تمام. نحاول نحل بقدر الامكان، مثلا لو في وقت ولا بتاع 10 دقايق مثلا نديهم للدرس ده، نحل الاسئله اللي موجوده عليه في امتحانات السنين السابقه، تمام. هنعمل كده في الصرف، هنعمل كده في النحو، هنعمل كده في البلاغه. خلص المنهج كله، بعد كده ابدا احل عليه اسئله امتحانات سنين سابقه، تمام. كل يوم مثلا تمسك لك امتحان وانت شغال في الفرع اللي بعديه. يعني انت مثلا بدات اول حاجه، انا قلت لك اول حاجه تبدا في فيديو الشرعي بالبلاغه. اشمعنى البلاغه؟ لان البلاغه مثلا هتبص تلاقي نفسك وانت بتذاكر حديث وانت بتذاكر تفسير كل شويه يقول لك ايه؟ استعاره تصريحيه، استعاره مكنيه، فانت لازم تكون فاهم الاستعاره التصريحيه من الاستعاره المكنيه وهكذا، تمام تمام. طيب اذاكر البلاغه ازاي؟ بص يا حبيب قلبي، البلاغه مشكلتها مع الناس ان هي مليانه امثله كتيره جدا جدا جدا. فنتغلب على الموضوع ده ازاي؟ بص يا قلب اخوك، احنا بنعمل ايه؟ احنا بنفهم القاعده بتقول ايه. يعني مثلا الاستعاره التصريحيه هي ايه؟ مثلا هقول لك مثال دلوقتي. مثلا انت راجل متزوج، طبعا لا انت متزوج ولا انا متزوج، تمام. هنقول مثلا رايت قمرا ينير البيت. اول ما دخلت كده، طبعا حضرتك راجل رومانسي، فقلت ايه؟ رايت قمرا ينير البيت، تمام تمام. مين القمر اللي ينير البيت؟ هل هو في قمر عندك في البيت؟ لا، بس انت قصدك بالقمر ده مين يا عم الرومانسي؟ الزوجه. اللهم اكرمنا يا رب، تمام. قصدك بقى الزوجه، تمام. فانت دخلت طبعا قلت كلمه زي ديت هتاكل احلى اكل وتلبس احسن لبس وكل حاجه تبقى تمام، كلمه واحده بس. المهم قلت رايت قمر ينير البيت، انت شبهت القمر بمين؟ شبهت زوجتك، شبهت القمر بالزوجه، شبهت زوجتك بالقمر، تمام. يبقى انت شبهت زوجتك بالقمر، شبهت زوجتك بالقمر، يبقى الزوجه مشبه، الزوجه مشبه، والقمر مشبه به.
مشبه. طبعا انا عارف ده تشبيه ظالم بس مش مهم، هناخد عليه حسنات على فكره، حتى لو زوجتك تسد النفس بس هتاخد حسنات. تمام يعني ده الحاجه الوحيده اللي مسموح تكذب فيها كمان. يبقى وجه الشبه الجمال. انا هنا المشبه عندي محذوف ولا موجود؟ ده المشبه محذوف والمشبه به هو اللي موجود، يبقى دي استعارة، دي استعارة تصريحية بس خلاص. ليه؟ لان انا عارف ان الاستعاره التصريحيه، بص برضو انا هقول لك على حاجه، الاستعاره المكنيه اولها ميم، المكنيه ديت اولها حرف الميم صح، فهي تاخد كلمه واحده اولها حرف الميم، يبقى كده المشبه اللي موجود. تمام، المكنيه المشبه اللي موجود. طب الاستعاره التصريحيه كلمه كبيره فتاخد كلمتين فتبقى المشبه به هو اللي موجود. تمام تمام. انا هنا عندي المشبه هو المحذوف والمشبه به هو اللي موجود، وان المشبه به كلمتين همت، فهتاخد الكلمه الكبيره تبقى استعاره تصريحيه. يبقى الاستعاره التصريحيه زي ما انا مذاكر ان المشبه به هو اللي موجود والمشبه هو اللي محذوف. تمام، يبقى دي استعاره تصريحيه بس. ادي الموضوع كله. فانت لما تيجي تذاكر هتذاكر الاستعاره التصريحيه. ايه هي الاستعاره التصريحيه؟ الفيديو طول معلش يعني، بس ايه هي الاستعاره التصريحيه؟ وبعد كده تحفظ عليها مثال واحد. تمام. طريقه مذاكره البلاغه، هل احفظ 600 مثال؟ ما تحفظش 600 مثال. بيقول لي مثل لما ياتي من بليغ القول، وبليغ القول دي بتيجي على الجرح. يعني ايه بليغ القول اصلا؟ بليغ القول ديت يعني قران، سنه، شعر. ده بليغ القول. طيب اعمل ايه؟ ممكن بدل ما تحفظ المثال ده تحفظ مثال من بليغ القول، بس انا بحفظك المثال زي ده لان ده سهل وسهل تفتكره. واحفظ برضه مثال من بليغ القول، هيبسط عليك الموضوع، ولو جالك سؤال بس اللي من بليغ القول هيبقى الدنيا تمام. انا بحفظ ليه المثال ده؟ عشان خاطر لما يجي مثلا ابدا احل ابقى انا عارف ان مثلا لو قال لي اعرف الاستعاره التصريحيه واذكر مثال، خلاص يبقى انا اقدر اجاوب على السؤال ده. انا عارف الاستعاره التصريحيه ان انا عندي المشبه به موجود، مشبه محذوف، يبقى انا خلاص كده انا زي الفل. المثال بتاعي رايت قمرا ينير البيت. تمام تمام، قمر زوجتي كده تاخد حسنات. تمام. المهم يبقى حسنات ودرجات، يعني مش حرمك من حاجه بص، فما تحرمنيش من حاجه بقى انت وشير الفيديو زمانك عشان خاطر الكل يستفيد. تمام. كده احنا خلصنا طريقه المذاكره، هنحل كتاب المدرسه، هنحل كتاب المعهد، وعرفنا ان احنا بعد ما نخلص المنهج نحل شوامل. مثلا هبدا بلاغه، خلصنا البلاغه خلاص. وقلنا اتفقنا ان احنا هنبدا بلاغه ليه؟ عشان خاطر انا حضرتك هتلاقي عندك مثلا في الحديث يقول لك استعاره تصريحيه، استعاره مكنيه، فانت مش عايزك بقى تبقى انت مش فاهم استعاره تصريحيه واستعاره مكنيه، لا بالعكس انت تكون مذاكرهم وتراجع عليهم وانت بتذاكر اصلا حديث وتفسير، وتكون فاهمهم وانت بتذاكر حديث وتفسير. تمام. فابدا بلاغه الاول، بعد كده ابدا صرف، بعد كده نحو، بعد كده ادب ونصوص. تمام تمام. طيب بالنسبه بقى للادب والنصوص، تمام كده احنا خلصنا كل حاجه. اي سؤال اكتب لي تحت في الكومنتات هروقكم باذن الله. تمام تمام. وطبعا بشكركم جدا جدا على كومنتاتكم الجميله، بقرا كل الكومنتات كلها يعني. بصوا ولا القلب فين؟ الشمال أهو. في القلب حرفيا. نبدا الادب والنصوص. بص يا حبيبي اخوك، الادب والنصوص فرع لازما يعني نرفع له القبعه ونحترمه احترام كامل. ليه؟ ده فرع قوي. عشان بص انت اقوى من الصرف، اقوى من المخدرات، اقوى من اي حاجه في الدنيا الا الادب والنصوص. تمام. لازم أن تستسلم له عشان يجيب من الاخر. تمام، تتواضع كده. المهم الادب والنصوص ده يا حبيبي اخوك لازم عشان خاطر تذاكر وتعمل ايه. انا هقول لك انا عملت ايه. والله بجد عديت الصفحات. تمام، مثلا ادب مثلا 60 صفحه، والله لازم زي ما بقول لكم كده قسمتهم على عدد ايام معين، كنت كل يوم تقريبا باخد حوالي صفحتين او 3 صفحات. اول حاجه بنعمل ايه؟ بص بنحاول نفهم، يعني شوف لك مثلا مدرس يكون بيشرح وحاول تفهم، حاول تفهم الموضوع وتترجمه لنفسك كاحداث. جت معاك خير وبركه، يبقى ما جاتش معاك خلاص هتحفظه. تمام تمام، بس انت حاول تفهمه لنفسك. طيب لما يكون مثلا حاجه كبيره زي ديت وعايزه تتحفظ، انا هقول لك طريقه بعملها في الكليه وفي اي وقت عموما يعني. بص يا حبيبي اخوك، مثلا انا عندي مثلا حاجه عايز احفظها 5 6 عناصر. اول حرف النون، في اول عنصر عندي جنب حرف النون. طب هو انا لازم احفظ نيمار مثلا؟ ما انا ممكن مثلا اقول ريمان مثلا او لا. بص يا حبيبي اخوك، الحفظ بنفس الاسطمبه مهم. ليه بقى؟ لان انت اما تدخل المعلومه زي ما قلت لك قبل كده لمخك بنفس الشكل كل مره، مخك هيقدر يسترجعها اسرع. تمام، وهتثبت اكتر في مخك، غير لما كل شويه تغير فيها كل شويه تغير فيها هتبص لمخك انت حيرته معاك، انت بتروح فيه، فانت نيمار بقى بجد. فلا سيبك خالص من الموضوع ده وحاول تحفظ بنفس الشكل. طيب حد يقول لي يا عم محمد حاولت مره واثنين وثلاثه. بص يا قلبي، المذاكره محتاجه صبر، والادب والنصوص بالذات محتاج صبر. الصبر يعني محتاج شجره صبار عشان خاطر ايه تذاكر الادب والنصوص. تمام، فانت هتذاكر مره واثنين وثلاثه وتحل كتير. تمام. طيب انا كنت بحفظ ازاي؟ كنت بحفظ بالكتابه وانا بحل. يعني انا مثلا كنت بقول مثلا نيمار مثلا، ببدا احفظ بالكلام وانا بتكلم كده. لازم تحل مهما كان، ما تفكرش، لازم تحل. وعشان تحل لازم تحل بايدك بكتابه، اوعى تحل كده لا. انت بتذاكر ممكن كده ماشي، انما الحل لازم تحل بايدك.
تمام. هنحل اسئله ايه؟ كتاب المعهد واسئله امتحانات السنين السابقه واسئله امتحانات السنين السابقه اهم واهم. خلصنا الجلسه الاولانيه، جايين بكره نقعد نذاكر. قبل ما نقعد نذاكر بكره لازم اراجع على الجلسه الاولانيه. طيب هنذاكر الجلسه الثالثه، نراجع على الاولانيه والثانيه وهكذا. طيب كل جلسه لازم نحل على الجلسه اللي احنا خدناها. طبعا محمد خلصنا الفرع نبدا نحل على امتحانات السنين السابقه لازم. تمام، وحل على طول باستمرار. تمام. بص يا شباب، احنا خلصنا مثلا الفرع الاولاني البلاغه. تمام، كل يوم وانا بذاكر صرف احل امتحان بلاغه كل يوم. طيب خلصنا الصرف، كل يوم وانا بذاكر نحو احل امتحان صرف وبلاغه. خلاص يبقى انت كل يوم تحل على فرعين زي ما قلنا في الشرح. تمام، يعني مثلا كل يوم انا النهارده هثبت مثلا بلاغه ومثلا وضع منصوص. تمام، تاني يوم مثلا نحو صرف، تالت يوم بلاغه ومنصوص نحو صرف وهكذا. يبقى كل يوم معايا فرعين شرعي فرعين عربي فرعين شرعي فرعين عربي وهكذا. تمام، باذن الله بالطريقه ديت انت هتكون ضمنت درجات الشرعي والعربي. وقلت لك ان الشرعي والعربي دول هما تلتين مجموعك. انت الفرع عندك فين ب8%، 7.5%. فبرقم يا جدعان مش حاجة سهلة تعديها عادي. تمام، أو 7% يعني حاجة زي كده. فلا، ركز وذاكر كويس وذاكر بضمير، أحسن فيما بقى فلربما تجزى عن الإحسان بالإحسان. طبعا الفيديو طول جدا جدا يعني أنا عارف، بس معلش بس حبيت إن أنا يعني أجسد لكم الموضوع كأنكم بتذاكروا، ورب تكونوا استفدتوا. وطبعا أنا هنا عشان خاطر يعني هم الأكبر إن أفيدكم والله، وما كنتش متخيل ان انا ممكن اصلا اصور هنا ولا فيديو، بس عشان خاطر انتوا طلبتوا فلازم يعني ما نخليكمش نفسكم في حاجه. باذن الله مكمل معاكم برضو في الفيديوهات الجايه باذن الله. بس اهم حاجه طبعا لايكاتكم، كومنتاتكم، اشتراكاتكم، اشتراكاتكم، كل الحاجات الجميله ديت اعملوها. طبعا انا بالنسبه لي اللايكات والاشتراكات ديت حاجه معنويه ليا. انا مثلا لما بلاقي مثلا عدد لايكات معين بالنسبه لي ده دعم ليا نفسيا ان انا اعمل لك فيديو جديد. تمام، احس ان انا بعمل حاجه، او المجهود اللي انا بعمله ده احس ان في وراه مقابل، مش مقابل مادي ومش مستفيد منه حاجه، بس مقابل معنوي ان الناس فعلا خلاص الحاجه اللي انا بعملها دي فيها فايده فعلا للناس. تمام، فما تقوليش مثلا انا استفدت بس ما حطيتش مثلا لايك او كده. هو مش اللايك مقياس، بس يعني مؤشر ان في فايده بتتقدم. تمام، فعايزين بقى اللايكات احنا كل مره بنوصل 200 250 300، عايزين مره بقى نعدي ال 1000. تمام. فبس كده، انا بحبكم في الله واتمنى ان انتم تكونوا استفدتوا. كل سنه وانتم طيبين، ويا رب باذن الله يعني السنه دي يكون ما فيهاش عيدين بس، عيد فطر وعيد اضحى، لا يكون فيها عيد فطر وعيد اضحى وعيد يوم النتيجه باذن الله. وباذن الله نحتفل مع بعض زي كل دفعه باذن الله في يوم النتيجه ان شاء الله. ربنا يفرح لكم يا رب ويحقق احلامكم ويكتب لكم فيها الخير اهم حاجه. تمام، واحنا مؤمنين طبعا ان ايا كان ربنا يكرمنا بيه ده خير طبعا. فارضى بقضائك وربنا يكرمك باذن الله. وصدقني مفيش تعب بيروح هدر، وعمرك ما هترجع في يوم من الايام تقول يا ريتني ما ذاكرت، بل بالعكس لو ما ذاكرتش هتقول طول عمرك يا ريتني كنت ذاكرت. تمام. فبس كده، مش الصلاة على النبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشوف شكرا على خير. سلام.